الفلسطينية الندية في مجالسها القضائية الخمسة ومحاكمها التابعة لها، وقفة تضامنية على غرار باقي منظمات الوطن، نصرة للشعب الفلسطيني الأعزل ضد ما يتعرض له من هجمات وحملة تقتيل واسعة. طبعا بداية أنا فخورة جدا بانتمائي إلى سلك المحاماة، منظمة المحامين للناحية الجهوية بالمدية وللاتحاد الوطني لمنظمات المحامين. هذا الاتحاد الذي أبان في كل مناسبة يتعرض فيها الشعب الفلسطيني إلى أبشع أنواع الجرائم، على غرار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة. هذه الجرائم التي للأسف لم يلتفت إليها المجتمع الدولي، عدا البعض من الأحرار من يؤمنون كل الإيمان بالقضية الفلسطينية. اليوم الاتحاد الوطني وفي الجمعية العامة أكد على ضرورة رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية من أجل متابعة الكيان الصهيوني عن الجرائم المتعلقة بإبادة الشعب الفلسطيني والجرائم ضد الإنسانية. يعني نندد بشدة الإبادة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. الجرائم، يعني نلاحظ غياب الإنسانية. يعني أين الدول التي تدعي بحقوق الإنسان؟ أين الدول التي تدعي بالإنسانية؟ هل تغيب عن فلسطين؟ أين هي يعني من هذا؟ احنا نندد بشدة وقلوبنا تتحسر وبكل أسى، ونقف يعني إلى آخر رمق في حياتنا مع الشعب الفلسطيني. باسم محامين بني سليمان، محكمة بني سليمان، تعبير عن الإحساس والشعور اللي راه ينتابنا كمحامين، نعبروا عن الموقف الرافض للغزو الصهيوني على أحبائنا وأصدقائنا في غزة، موطننا الثاني. وعلى هذا الأساس وقفتنا وقفة تنديد، وقفتنا وقفة إعاز. وعلى هذا الأساس من هذا المنبر نرفض رفض تاما هذا الاستعمار الغاشم